السلام عليكم يا حبايبنا، ايه الكلام؟ يا رب تكونوا رايقين. النهارده معانا زبونين استعمال خارجي، واحد مش همه غير الحريم والتاني عامل نفسه جينيوس وداري الف في الناس، فانا جمعتهم سوا ويا بخت من وفق راسين في الحلال. مطلوب منك يا محترم عدد واحد لايك شير سبسكرايب وفولو البيج الفيسبوك واكونت الانستجرام، وكل ده تحت في الديسكريبشن اللي انت ما بتبصش عليه. وما تنساش اهم حاجه في حياتك والوجود، صلي على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلا يا عم على الفيديو، يلا بينا. انت يا بنت طمنيني عليكي، ما بترديش ليه؟ الو، مين انت؟ ابو حاتم. هي زريبة يا حبيبي، هي زريبة دي. ما ترنش يا جدع انت، هو انا اعرفك؟ مش عاوزه ترد ليه؟ في حد عند حياتك غيري؟ هو في ايه؟ ما تقول انت في ايه؟ هو انا اعرفك ومش واخده بالي؟ صباح الخير. صباح الخير، الله يخرب بيت امك، احنا العيشه. صباح النور يا عمر. صباح الزفت على دماغك ودماغ اللي جابوك. عاوزين نسهر مع بعض، انا معاك للصبح، معاك مقاطع بكرش. يخرب بيت امك. يخرب بيت امك، مالك؟ اهدى، في ايه؟ انا خايفه، مفيش وقت. وين الحلوين؟ افلام. الحقونا الحقونا. افلام هنا 15 سنه، مش فارق السن، اهم حاجه العده. طالما عندك جوز كشافات يبقى العده تمام. اهم حاجه يا بنت الحلال يكون عندك نال الساره، عشان انا ما عنديش وقت اضيعه يا بنت. مش اسمح لك يا ابن ان انت اللي تفرض عليا. انت راجل زباله وما عندكش اخلاق، ابقى اعدي عليك بكره. نحن من نصنع صندوق الانتظار، ونحن من نحبس أنفسنا داخله. The next day. وانتظار الضوء في آخر النفق. عامله ايه النهارده يا قلبي؟ طمنيني عليكي، ايه الاخبار؟ معاك الدوره ولا تمام؟ دورة ايه يا ابن انت؟ بقينا في زمن مفيهوش احترام لكبار السن، كله من محبة رمضان اللي بوظ الجيل كله. الاول البنت كانت تبقى لابسه هدوم واسعه وخمار مغطي صدرها الكبير، دلوقتي بقت تبان شعرها وتسمع مهرجانات. عليه العوض ومني العوض في الجيل ده. لابسه ايه؟ استغفر الله يا ربي، لا اله الا الله، لا اله الا الله. انت ملتك ايه يا جدع انت؟ بحب الست واللي يقدرها ويقدر جمالها. انت راجل ابن على فكره، لان انا ما بحبش قله الادب واللي بتقوله ده ان شاء الله. خلاص احنا الاتنين نقفل الصفحه ونفتح صفحه جديده. مش عاوزه اتكلم معاك من الاساس. طب قولي لي بقى، انت بتعلمك ايه؟ يهمك في ايه؟ اعدادي ولا ثانوي؟ رايحه ثانوي، يبقى خدت درس التكاثر بتاع تانية اعدادي. عاوزين نعملك بني ادم يا وانت مصمم. ذاكريه كويس هيفيدك في المستقبل. لو حاجه وقفت معاكي قولي لي وانا فاهمها لك. انا كنت بدي دروس في الدرس ده. انت بتبكي ليه يا عم؟ يا عم خلاص في النبي بقى. انت بتفهم في العلوم؟ انا متفتح، افهم في العلوم والطب والصحه وتربيه الدواجن، كل حاجه. افتحي معايا اي موضوع هتلاقيني دايس معاكي فيه زي الارنب. لا مش حابه افتح معاك حاجه. بتعرفي تطبخي ولا لا؟ شويه. لا، لازم تبقي لبلب في الطبخ. الراجل مننا بيحب الست تكون بتعرف تعمل 3 حاجات: تعمل له لقمه كويسه، وتظبطه في السرير، وتعرف ترقص على الطبله البلدي. يا الله، ده اللي اعرفه في الحياه. اما البنات اللي بيحطوا ملكين دول مش بيفتحوا بيت. ما هو في بنات ما بتعرفش تطبخ اصلا. ده انا من ربنا اني نص نص. ما قلت لك دول ما بيعمروش عشان مش بيبقى فيه تفاهم ايه؟ دول بتوع بابي ومامي. المرأة الصالحة اللي تعرف تساعد جوزها، مش مهم حجم المدافع كبير ولا صغير، المهم اللي تعرف تستخدمهم. يا فرحتي واحدة عندها جوز مدافع ومش بتعمل بيهم حاجة غير انها تردع الواد. طب وانا مين يردعني؟ اسكت اسكت، انا بقول لك اسكت. انت شحط. عندي رأس في الكالسيون. المفروض تكون العلاقة بينك وبين زوجتك افضل من كده. العلاقة مش كلها سرير بس. لو يوم طلبت معاها تستريح وما طبختش ما فيهاش مشكل، يعني مش هتموت من الجوع. انا الف بالتريسيكل طول اليوم الم خردة، ولا اخر اليوم ما طبختش عشان مش كل حاجة اكل. او ده كلام النت بتاع المرة القوية ده. انا سمعت حلقة في التلفزيون قبل كده عن النوع ده من الستات. طب تبقى تفكر ما تطبخش، يومها هخلي تصفر من اللي عملوه فيها. لا حول الله يا رب، يا ربنا يستر، يا رب يا رب استرها يا رب. ليه يعني؟ انا بحب الفرفشه والسعاده والنسوان اللي فوق 100 كيلو اللي بتعمل امواج من ورا دي. الحقونا الحقونا، اغثونا اغثونا. يا قذر، مش هنسر ولا ايه؟ ليه؟ يا ريت اكون انا حبيبك ونسيبك.
ابعتي رقمك. لا ليه كده تزعلي قلبي واحساسي؟ عاوز رقمي ليه؟ اطمن عليكي من الدنيا. دنيا ايه يا ابو حاتم مالك؟ انت بتشرب؟ قصدك المر ولا حاجه تانية؟ بتتعاطى حاجه يعني؟ بشم كلسون النسوان وانا صغير كنت باخده من على حبل الغسيل واشم فيه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انت مريض نفسي. الحمد لله، اهم حاجه الونش شغال. انا هقفل معاك عشان انت راجل قذر بصراحه. مسامحك على كلامك ده لانك بطل وسنك سن شقاوه ودلع. زهرة شبابك تتفتح دلوقتي، مش مرتاحه لك. لكن ابو في الذهب وقال انه لونه اصفر يؤذي العين، والجرام دلوقتي داخل على 3000. انت عايز ايه حضرتك؟ ايه سلام، رايحه شغل. بتشتغلي ايه؟ شغاله موديل. موديل ازاي؟ شفتوا قمصان النوم والعبايات؟ بيبقى في صور بنات على قميص النوم او العبايه وهم لابسين الحاجه دي عشان الزبون يشوفها على الطبيعه. انت بتحطي صورتك على هدوم؟ انا اللي بعمل الشغل ده. انا طالبك في شغل ايه؟ البسي قميص نوم وفرجيني. لا 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 طبعا. الله، مش دي شغلانتك؟ دي غير دي. ليه وانا اعمل ايه بصورك؟ ابن عمي عنده مصنع وبيعرض قمصان نوم، ولو كده انا ليك شغل معاه عشان هو عاوز يسوق منه لنفسه بدل التجار اللي خاربين بيته. كافي، هو سؤال صعباني شويه لكن هجاوب حضرتك برضو. بس كله بحسابه، زي ما بتحاسب بره هحاسبك. بتتحاسبي ازاي؟ بعدد الصور. ما هو ده شغلك، وزي ما تتحاسبي هحاسبك، بس تكون صورك مش من على النت. صوري ما تقلقش، وهكتب اسمك في ورقه احطها مع الصوره عشان تتاكد. في باقه 6 صور وفي 8 صور وفي 20 صوره. كام الاسعار؟ 6 ب 300 و8 ب 400 و20 ب 1500. ماشي، البسي حاجه من اللي عندك ولا لي فرجيها له. حاسبني الاول. احاسبك على ايه؟ انا افرجه الصور. بره عني، انا مالي؟ مش يمكن تكون بتشتغلني؟ طالما هتصور لك للشغل يبقى تكلمني فلوس والا تسكت. انا اتضحك عليا زمان ومش ناوي اتضحك عليا تاني. انت هتصوري لي صورتين بالتليفون وعاوز عليهم فلوس؟ دي كاميرا يا حبيبي. هو انا جايبها بشيء وشويات عشان ابعت لك صور ببلاش؟ سلام يا عم. يعني دي صور كاميرا امال انا حاسبه؟ ده بتصوري لي 6 صور على قميص احمر وبينيهم شويه، قميص شفاف. سيبني بدل ما اسيب الدنيا نورها. هصور لك بده عشان عندي حالين. تقدم الى الامام، نحن معك، سوف تصل، انت تستطيع. كنت واخداه من سيشن. ايوه كده ابعتي. ابعت انت الفلوس الاول، لسه قبل ولسه بعد. ده ايه الشغل الاطفالي ده؟ الفلوس كامله، ده هما 300 جنيه اصلا. هو لسه في حد بيصور على 300 جنيه؟ اضمنك منين؟ ولا اضمنك ولا تضمني. مش هبعت حاجه. او انا لا الفلوس دي في الشارع؟ انت مش بتقول لمصنع ابن عمك يعني هيديهم لك، بس اضمنك منين؟ والله بقى انت اللي طلبت مني تصور، مش انا اللي عرضت عليك. وغير كده خلاص مش مصوره لك حاجه. اول مره اتعامل مع حد بالقرف ده. خلاص تصوري. اكتب ابو حاتم عشان اصدق. لا مش مصوره. ليه؟ مش عاوز اشتغل. حد يقول لي الشغل لا. انا انت قابله يا بنت عشان انت بتقول لي اضمنك منين وما اضمنكيش منين. انت في اول الشغل بتعمل كده، امال لما نتعامل في شغل تقيل بقى هتعمل ايه؟ انا اشتغلت مع وكالات كبيره وعمر ما حد عمل معايا كده. وعلى ايه يعني؟ على 6 صور؟ مش عاوز شغل ولا زفت. يا بنت انت غشيمه ليه كده؟ انت لو بتقري الناس كنت فهمتي اني عاوزه اتاكد انك بتاعت شغل مش هلاسه. ولو زعلنا من الشغل انا عندي شغل ما بيخلصش. هظبطك بس بعتي شغل بقى. يلا يا بنت ما تقوليش للرزق لا. استهدي بالله وقومي اقلعي هدومك، خلي لنا تعدي. طيب حول الفلوس على فودافون كاش على الرقم ده من عندي يا فوري. خلاص روح الصواري واحول اهو عشان تعرفي اني واثق فيك وفي بينا ثقه. احول ولا في دماغي اي حاجه. ما كانش له لازمه الهمس بتاعك ده. طيب ربع ساعه يكون التحويلات حول. طيب 10 minutes later. وصلني كاش. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. عملت اللي عليا بثقة اهو. ابعتي الصور يلا لو خلصتي. جاهزين اهم. خد ابو حاتم. احلى مسا عليك. يا ابن المرض، انت في اعداد الموتى يا ابن. انت بتعرفش ابوك من امك يا ابن. انا عامل تحويل انت. انا مش بتاع حوارات يا ابن. قول لي انت فين؟ يا تجيب الفلوس. اجيب الفلوس ليه؟ يعني انت مش ناوي تجيب الفلوس؟ ماشي يا يا انت اصلا ابن. ممكن مني صح؟ انت مش محترم يا ابو حاتم يا ابن لو طولك. معاكم التعليق الصوتي. مرحبا بك في اتصالات، برجاء ادخال رقمك. مين انت؟ معاكم التعليق الصوتي. مرحبا بك في اتصالات. هو انتوا بتضحكوا عليا انا؟ انا 015. مرحبا بك في وي، برجاء ادخال رقمك للاستمرار مع خدمة العملاء. معرفتكش انا كده بقى. انا 015 بس حولت فودافون. مرحبا بك في فودافون، ادخل رقمك.
لو قلت لك ان اورنج عادي يعني انتوا مين؟ بمناسبه مرور 30 سنه على شركات الخطوط ولاننا كلنا بنتنافس على خدمتك، قررت شركه اتصالات وي فودافون اورنج اهداء جميع العملاء هدايا مميزه. حلو ده. ولذلك يا فندم حضرتك كسبت معانا 100 جيجا انترنت زائد 20,000 وحده سريعه لكل الشبكات، ومش كده وبس، لا بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. زائد 20,000 رسالة زائد 30,000 دقيقة لكل الشبكات. كما يمكنك اختيار رقم من أرقامك المميزة وترسل له هدية. بجد الكلام ده؟ طبعا يا فندم. طب ايه ما وصليش ليه؟ قبل استلام الهدية يرجى ملء بعض البيانات يا فندم. تمام. اسم حضرتك ايه؟ مريم محمد أحمد. عنوان حضرتك يا فندم اسكندرية مساكن الورديان. سن حضرتك 25 سنة. أرقام حضرتك لو سمحت كلها؟ يا فندم احنا بنمثل كل الشركات وبنحول حضرتك لكل فرع حسب رقم تليفونك. انت بتضحك ازاي يا عم انت؟ بكسب لكل الارقام ولا هو مره واحده بس؟ حضرتك ليك هديه لكل رقم يا فندم. هو انت تبع شركه ايه؟ احنا شركه ريجو يا فندم المنظمه لحمله المكافآت. مع حضرتك صلاح يا فندم. طب مطلوب مني حاجه تاني؟ استكمال البيانات يا فندم. معاك. حضرتك معاكي كام رقم يا فندم؟ 2. شركات ايه؟ اتصالات واورنج. ممكن اعرف حضرتك مع شركه اورنج وشركه اتصالات من كام سنه؟ وتقييم خدمه الشركات ليكي من 1 ل 10. بقالي مع اتصالات سنه ومع اورنج 4 سنين. الخدمه اديها 6 لان في مشاكل في الخطوط الصراحه. مشاكل زي ايه يا فندم؟ شبكه ضعيفه، رصيد ما بيقعدش، وعروض زي الزفت بصراحه. احنا فعلا بتجينا شكاوى كتير زي كده وبنعمل على تصليحها يا فندم. اتمنى بصراحه رجاء ادخال رقم الخطوط اللي مع حضرتك يا فندم. تمام يا فندم. واضح ان رقم حضرتك من الارقام المميزه يا فندم، عشان كده الهديه تضاعفت يا فندم. ولذلك يا فندم حضرتك كسبت معانا 200 جيجا بدل 100 انترنت زائد 40,000 وحده سريعه لكل الشبكات بدلا من 20,000 وحده زائد 40,000 رساله بدلا من 20,000 زائد 60,000 دقيقه لكل الشبكات بدل من 30,000. انت كداب ابو صلاح. فعلا انا كداب يا استاذ لمبي. جميل. عشان نتاكد ان دي ارقام حضرتك الصحيحه في كود وصل حضرتك يا فندم برجاء كتابه الكود. الحوار ده بيجيب معاك يا اسطى؟ برجاء كتابة الكود. جاوب. نعم يا فندم. الحوار ده بيجيب معاك يا اسطى؟ حوار ايه يا فندم؟ انك تحاول تسحب الرقم مني وتفتح بالرقم على الابلكيشن، وما انا ابعت لك الرقم السري بتاع البرنامج، تقوم انت تدخل على البرنامج وتحول الرصيد اللي عليه وتعمل بالخط مصايب. ده غير لو الخط عليه كاش زي فودافون كاش او اتصالات كاش او غيره، وانت تطلع بالمصلحه وتديني خبور، ولو لقيت زبون على الله ممكن تسحب منه فيزا كمان لو معاه. لول. طريقتك طريقه عيل في ابتدائي. بس جت عليكي. جت عليا فين يا ابني؟ ما انا قلت لك انك نصاب. لول. بس اللي ما تعرفوش بقى اني مش بنت، عشان تعرف بانك مستجد وممكن اعلم عليك. ما تعرفش تعمل حاجه. ولما ابلغ عنك دلوقتي خد بلغ عني. طيب رحب في حلم طيب مرة خطا في امك ما تطولش لسانك عشان شعبك. هتعرف؟ اعرف، بس عندي ليك مصلحه. مصلحه منك انت؟ مصلحتي ايه؟ عندي زبون وعاوزك تعمل عليه مصلحه، واللي يجي منه بالنص بيني وبينك. فاتشه يا عم المثل بيقول لك امشي ورا الكداب لحد باب الدور. خليك ورايا يمكن اطلع صادق فعلا وليك مصلحه، وانت كده كده مش خسران حاجه. ولا انت جبان؟ جبان وابعت لك صورتي ازاي؟ انا وراك وهجيب اخرك. فاهمني بقى ايه المصلحه؟ واحد علمت عليه في فلوس على اساس ان بنته كان عاوز منه صور. حلو الشغل ده. انا قلبت منه 300 جنيه يا ابن اللعيبه. هدخل له على اساس اني احولهم له هدايا ورصيد وكده، وانك صاحبي من الشركه وخليتك تكلمه. عاوزك تعمل له عروض ما حصلتش. وهو عارف انك ولد ولا لسه؟ ده لو طالني هيخلص عليا. طب ازاي اوثق فيك تاني؟ يا عم نجربه، احنا خسرانين حاجه. لو جت عليك انا بها، ما جاتش ما تبقاش دي نصيبنا ونبداو شغل تاني سوا. خلص يا ابو السحاب. لو الراجل وافق ودخل عاوزك تطمعه في عروضك وكلمه بنفس الاسلوب. هعمل معاه زي ما عملت معاك، نفس طريقه الكلام دي صح؟ الله ينور عليك يا معلم. عاوزك تعمل نفس طريقه الراجل ده. لا انا هجيبه بطريقتي اللي في الفيديو ده مستجد. خلاص ماشي براحتك، هدخلك في جروب معاه. قشطه. Let's go, 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 move, move, move! السلام عليكم يا ابو حاتم. لا السلام ولا كلام بينا يا ابني. عاوز ايه تاني؟ امك قول. طب استنى بس ما تشتمش عشان المكالمه متسجله. انا خدت منك الفلوس وده والله غلط، وانا جاي ارجع لك اللي خدته منك. انا كنت مزنوق في قرشين وانت فكيت زنقتي. انا مش مسامحك. طب استنى بس، انت معاك خطوط ايه؟ انت مالك؟ قول لي بس، انا حاسس بذنب كبير وعاوز ارجع لك فلوسك. انت اللي زيك بحس. قول لي بس معاك خطوط ايه؟ اتصالات وي. حلو قوي. انا ليا واحد صاحبي شغال في شركه اتصالات، قلت له على اللي عملته فيك. بصراحه كنت فرحان باللي عملته فيك ومفكره هيقول لي انت جامد وبتاع، لكن الصراحه هو فوقني وقال لي دي فلوس حرام وهتفضل عليك وبتاع. انا حسيت بذنب وكنت عاوز ارجع لك الفلوس، لكن المشكله اني صرفتهم. والله تأثرت فيك واحدة ابكي. وانت بقى جاي تقول لي البقين دول عشان تصعب عليا واسامحك؟ ده بعدك يا انا لما اتهاجمت من جميع انحاء العالم
الله يسامحك، انا جاي ارجع لك فلوسك اضعاف ما دفعت. صاحبي ده اسمه محمد وهو شغال في اتصالات، قال لي هيعمل لك عروض نت ببلاش لمده سنه. انت بال 300 اللي دفعتهم لي دول هتاخد نت ببلاش لمده 12 شهر ومكالمات لكل الشبكات وعروض هو هيقول لك عليها. وعاوزني ادفعهم لك تاني عشان تاخدهم زي اخواتهم صح؟ لا مش هتدفع لي حاجه خالص. اسمع الراجل بيقول ايه. استاذ محمد. السلام عليكم يا فندم، انت من عند اتصالات؟ مع حضرتك محمد من شركه اتصالات يا فندم، وايه اللي يثبت لي؟ أهلا بكم في مركز الاتصالات. للعربية اضغط الرقم 1. للعربية اضغط الرقم 1. ما دخلت يا عم 1. ونحيطكم علما بأنه سيتم تسجيل المكالمة لضمان جودة الخدمة. سجلها يا اختي، انا ما بيهمنيش حد. اهلا يا فندم، اتشرف بحضرتك. ابو حاتم معاك محمد يا فندم من اتصالات. صاحبي كلمني عنك يا فندم وانا فهمت ان ده ما يصحش، للاسف هو صرف الفلوس. علشان كده يا فندم انا هرجع لك حقك اضعاف من شركه اتصالات. يعني يرضيك اللي عمله ده يا استاذ؟ يرضي ربنا ده؟ انا زعلت له يا فندم، وعشان كده حقك هيجيلك اضعاف ما دفعت يا فندم. انت شكلك ابن حلال مش زي صاحبك. شكرا لذوقك يا فندم. هتعمل معايا ايه وحقي هيرجع ازاي؟ حضرتك كسبت معانا 200 جيجا انترنت، 40,000 وحده ساريه لكل الشبكات، 40,000 رساله زائد 60,000 دقيقه لكل الشبكات، وده لمده سنه كامله يا فندم. والشحنه دي تعادل 5000 جنيه يا فندم. انت ابن حلال، الله يكرمك يا استاذ محمد. والله انتوا ناس عسل. بس في شرطين يا فندم. شرطين ايه تاني؟ اول حاجه لازم تسامح صاحبي يا فندم وهو مش هيعمل كده تاني. لما يجيلي الرصيد وكل الحاجات الحلوه دي هسامحه. تمام يا فندم. تاني حاجه لازم يكون متوفر 200 جنيه رصيد صافي. مش بحاول حاجه، لو دماغك جابتك كده ولا كده انا مش بحاول. لا عاش ولا كان اللي يضحك عليا. لا يا فندم حضرتك ما فهمتنيش صح. الشحن ده مش بيتاخد منه اي حاجه وبيفضل على خط حضرتك. انا من الشركه نفسها وما ينفعش اقول الكلام ده ولا اعمله لحد، لكن انا عاوز ارجع حق حضرتك. في ثغرات انا عارفها هجيب لك بيها النت ده، وفي العادي العرض ده مش بيتعمل عند حد، انا هعديهولك من عندي علشان انا من الفرع الرئيسي، عشان تاخدهم انت زي صاحبك يا فندم. حتى لو انا هضحك عليك وانت مقلق مني، كده كده الشحن اللي هتشحنه هيبقى على خطك، ولو انا ضحكت عليك فانت مش خسران حاجه. يعني الشحن ده ليا انا، مش هحول لك حاجه. بالظبط يا فندم. حضرتك هتماليني رقم الخط عشان افعل الكونفج. خدتي؟ يا فندم. تمام يا فندم. في رقم هيوصلك في رسائل حضرتك بتبعتهولي. ماشي. موجود والاثباتات موجود صوت وصوره. هو ده ولا ايه؟ يا فندم هو. ماشي. ده انتوا نقطة. دلوقتي حضرتك هتشحن 200 جنيه رصيد يا فندم، ولازم رصيد مش فلوس. بس مش هتساعد مني حاجه؟ لا خالص يا فندم. ماشي. 2 hours later. ما وصلش ليه؟ العرض ما اتعملش، انا شحنت يا مين ده؟ سحبتهم على قلبك يا الموضوع فيه ايه؟ انا مش فاهم حاجه. انت كنت فين يا كلبه؟ انت كلبه حماره كبيره. الرصيد اتسحب كله. يعني ايه بقى اتسحب كله؟ انا هروح فيكم في دقيقه يا ولادي. مش هستعمل الضحك عليا تاني، انا هروح فيها. حكمه اليوم مش وسيله بس مش اصيل. اعمل كده نجمه 3 تمنيات شباك. يا ولاد المرة ده مفيش في الخط غير 3 جنيه. الرصيد راح فين يا ولاد؟ ابوكوا انت ويا ابني منك ليه؟ ما تستعملش، هسميك سيد القماص. صاحبي ده شكله ضحك علينا يا ابو حاتم. جريك انت هتلبسها فيا؟ انا دخلت ما لقيتش غير 20 جنيه، خدت منهم 17 جنيه وفاضل 3. الباقي الواد ده هو اللي اخد يا ابو حاتم، اخدوا رصيد صافي ليه زي 170 جنيه. انا ولا صاحبه ولا اعرفه، ده متفق معاه نصب عليك وبالنص، بس هو طلع ده بنصب عليا وعليك. La chancla. Todo peinado porque no me dio tiempo nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. لا بقول لك انا استويت عليا اليمين لا اروح مركز اتصالات واعرف مكانك يا ابن منك ليه؟ يا انا يا انتوا، حتى لو حاجه متتلل ولا وعد لكم. هو فين؟ لا يكون فاكرني الدكتور سنان. لا صدقني ده اللي حصل. بصراحه يا ابو حاتم انا حسيت بالذنب ناحيتك. الواد ده هو اللي خطط لكل حاجه، وهو اللي اخد كل الفلوس وانا خدت نسبه بسيطه، ودي صورته اللي بعتها لي. انا حطها اللي تعرف تعمله اعمله. شفت وصلك كلامي؟ هو عمل ذكي وفاكر نفسه في امان، لكن اللي ما يعرفوش ان اللينك بتاع الفيديو اللي بعته له فيه تحديد مكان، وده مكانه اللي بيكلمنا منه دلوقتي. يا ابن وجرت الامور كما خطط له. هو ده عنوانه؟ هو يا ابو حاتم انا ما خدتش غير 17 جنيه، هنزل احولهم لك، غير كده هو اللي اخد كل ده. انا جاي لك مش عاوز فلوس، اعمل عاتبك شوربه يا ابن
ازاي؟ روح عند خالتك ولا خالك ولا عمك، اهم حاجه ما تقعدش دلوقتي في البيت، الراجل ده شكله غشيم وما بيتفهمش. يا ابن دورك انت كمان جاي؟ اعرف مكان وينك. اللي تعرف تعمله اعمله يا ابو حاتم، ذكر وصلي، وصاحب اللي انت هتروح له ده اصيل وصاحب صاحبه، يعني لما تساله انا فين هيحلف لك 1000 يمين انه ما يعرف مكاني وانت هتصدقه. طب يبقى ما يقوليش على مكانك يا ده انا ابوك النهارده جوات الحساب. يا ابن المرة معرفش مكانه يا ابو حاتم، عليا اليمين لا تقول مكانه فين، انا مش هتكلم دلوقتي جايلك. الميت اهو الميت اهو الميت اهو حبيبه ميت. يلا استودعكم الله يا رجاله. السلام عليكم. لحد ما اجيلك بس انا هشرب من دمك. معرفوش يا ابو حاتم، انا حاولت لك الرصيد. ما تحاولش يا ابو حاتم، انا سايب ورايا اسد. وبالمناسبه انا قلت لك على عنوانه عشان انا بتحداك وعارف انك مش هتعرف تعمل معاه حاجه، حتى لو مسكته سلك عريان ولا عدوا على شنور حتى. لا تعليق جايلك في السكه واشوف هتنتهي ولا لسه. يا ابني 3 ساعات سفر مش خسران فيك. لا تعليق